الحسن العسكري من قد ما انظلم هنا ومن قد ما ابوه كان مظلوم، ما شفت واحد سوى مثل الحسن العسكري. لما استشهد ابوه علي الهادي وطلعت جنازة علي الهادي، انفتحت باب من بيت علي الهادي وطلعت الجنازة. طبعا لعلم الأحبة علي الهادي والحسن العسكري مدفونان في وسط دارهما، كل كتب التاريخ تقول الآن قبرهم نص بيتهم. المهم لما طلعت جنازة علي الهادي وأهل سامرة استقبلوا الجنازة بذاك الوقت، انفتحت باب ثاني طلع منها الحسن العسكري بلا. لا هنا نشوف هاي اهل البيت مسويها بلا عمامه، هاي صايره، بقيه الائمه صايره، يطلع بلا عمامه وحافي، هاي هم صايره، بقيه الائمه يطلعون حفاة. ولكن الشيء الاخر اللي انا ما شفته بتاريخ امام اخر، طلع شاف ثوب، طلع الحسن العسكري وقد شق ثوبه على ابيه الامام. انا هاي ما شفتها بس عند الحسن العسكري، وكانه يريد يقول الظلم اللي شفناه والاذيه اللي شفناه واللي شافه ابوي علي الهادي ما شايفه واحد. وحق الحسين ما ابالغ، لو نبكي دم على ظلامة الحسن العسكري ما نبيع.